بتحسي ان الرضاعه مؤلمه او البيبي مش بيرضع كويس، ما اقولك على الوضعيه الصح اللي هتريحك انت وهو. الفيديو ده للنهايه وهتشكري نفسك من اول رضعه. الصح ليكي مكان مريح وافردي ظهرك كويس. حطي دايما مخده تحت دراعك اللي شايل البيبي عشان ما تتعبيش. تستخدمي مخده الرضاعه مخصوص. وضعيه البيبي تكون على بطنك وجسمه كله مواجه ليكي، راسه وجسمه يكونوا على خط واحد ما يكونش ملفوف. خلي وشه قدام صدرك ما يبقاش لافف رقبته. واهم مرحله التقام الحلمه بشكل صحيح. البيبي لازم ياخد اكبر جزء من الهاله، مش الحلمه بس، يبقى كله جوه بقه وشفايفه تكون مبرومه لبره. لو سمعتي صوت طقطقه او شفط بصوت عالي يبقى في الحاله دي غالبا الوضعيه غلط. يبقى هي العلامات اللي تاكد لي ان البيبي بيرضع كويس. تسمعي صوت بلع مش بس مص، ما يكونش فيه الم في الحلمه ولا في منطقه صدرك كلها، والبيبي بيسيب صدرك لوحده بعد ما يشبع. الرضاعه مش لازم تكون لا مؤلمه ولا متعبه. الوضعيه الصح بتريحك انت والبيبي. لو عجبك الفيديو تنسيش تعملي لايك وشير عشان كل ام تستفيد، وسيبيلي في الكومنتات لو عندك اي سؤال عن الرضاعه.